ديالك باش غتفيد فلسطين من غير الابتزاز. انا كنقولها وحق الله كيقول لي بعض المرات اخي اشرف علاش ما كتهضرش على القضيه الفلسطينيه، تنقول راه كنهضر وربي اللي يعلم بقلبي ملي كنشوف دوك المناظر وكنقول واش دول عظمى ما قادرش تحرك ساكنا، واش انا الا هضرت واش ماشي غنتاجر بهاد الناس هادو، غنزر العاطفه ديالهم باش يديروا لي جيم ولا يتفرجوا فيا. ما كنطلبش بنادم يدير لي جيم وما كنطلبش بنادم يتفرج فيا وما كنطلبش يبارطاج، مي كنطلب فعلا الواقع. راه الوقفات الاحتجاجيه اللي خرجوا بها والمسيرات اجي نديروا شي حاجه اخرى، اجي نصيفطوا شي فلوس، اجي نضامنوا في شي حاجه اخرى اللي نقدروا نديروها. اما ديك الوقفه الاحتجاجيه راه ما غاتفيدكش حتى انت، مي انت غتجر واحد الفئه كبيره باش تبتز بها باش تضرب الاجهزه اللي فعلا خص تسيطر على اللعيبه. راه اليوم انايا على الاقل ما كيدخلوش ليا لداري يكريسيوني وسط الدار بالسيوفه ويخطفوا لي بناتي، ولكن فعلا الا هاد الهبه ما بقاتش راه بحال الاب اللي عطيتكم المثال ديالو في الاول، غيدخلوا قلب دارك وغيديوك. علاش؟ لان هاد الناس اللي غتعيط لها البوليس اللي غتعيط ليه، هاد بعدا اللي غتعيط لهاد الحموشي اللي غتعيط ليه انت، لا هو المؤسسه ديالو كامله ريبتي استغفر الله العظيم، ريبتي ديك المؤسسه قتلتيها، ما كاينش ديك الهبه ديالها ما بقاتش. باش؟ غير بامثالكم، يا اما دعايه سياسيه يا اما حسابات شخصيه يا اما غيرها من الاشياء. خاصكم نتوما انا راه كنقولها لك، راه الهدف ديال هاد الناس اللي عندهم الغايه من تدمير المؤسسات الامنيه راه ماشي لا بريض لا الحموشي لا حرامو لا المنصوري، لا عنده غايه هو اكبر بكثير من انك انت تفهمها. هو راه يقول لك قال الله قال الرسول يقول لك حموشي.